بصوا انا عندي ان شاء الله بكره عزومه، فهعمل سمك، عزومه سمك، فهنعمل كذا حاجه مع بعض النهارده. الاول هعمل طاجن سمكه كبيره كده اسمها كات فيش. انا معرفش يعني ايه بالعربي، هي مش قراميط، هي الحاجه التانية بقى افهموا انتوا بقى، انا مش عارفه. الاول انا حطيت هنا حبه زيت في طاسه هسخنها. هقول لكم قبل ما الزيت يعمل ده، انا عملت بصلتين كبار قوي على معلقتين توم مفروم، يعني مثلا هنقولها نص راس توم، زي نص قرن فلفل. الحاجه دي كده هي احسن. ده انا هعمله زي تقليه كده عشان هعمل السمكه الكبيره اللي بقول لكم عليها يخني، هعملها يخني. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. اهو الزيت بتاعي كده سخن. هل تفكرني البصل ممكن يكون كتير، بس لا البصل مش كتير عشان هو ده اللي هيسوي الايه الفرخه هو ده اللي هيسوي السمكه. هسيبها كده، ممكن احط شويه زيت طبعا، نسيبها شويه لحد ما تغلي هوريكم. حطيت عليها كده اوريها لكم بعد. بصوا هي دي السمكه اللي انا بقول عليها، هي كبيره. بصوا انا غسلاها وعامله لها كل حاجه. بس عايزه اقول لكم حاجه، من كتر ما انا غسلتها المفروض تكون لونها كده، من كتر ما انا غسلتها حتى الاسود ده طلع خالص من البتاع. المهم بصوا قبل ما نعمل بقى الحاجه لازم نتبل الفرخه. دي عباره عن ايه؟ نحط دي كده. دي عباره عن ايه هقول لكم. دي قلت لكم قبل كده، انا عندي خلطه ثوم وشطه هريسه وملح وكمون وكزبره وفلفل اسود وشويه زيت زيتون او اي زيت، يعني عشان تخلص تخليها ايه متجانسه كده. بحط بقى ايه بالذات في السمك، انا بزود في الحاجات دي، يعني بزود في الملح معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره، فلفل اسود كده كويس. والثوم طبعا ثوم كتير قوي قوي قوي. بعد كده بحط شطه. الهريسه دي مش بحسها مش حراقه قوي، يعني انا عادي اي لو حد ما بيحب الشطه لا مش بتعمل، ده يا دوبك زي لون كده وطعم خفيف. ده هدهنها جوه في السمكه عشان تتبلي اللحمه، واوريها لكم هعملها واوريها لكم. بصوا انا نسيت اقول لكم على حاجه، انا هعصر ليمونه كده عليها، دي نص ليمونه. بصوا انا عملت حاجه انتوا ما شفتوهاش عشان نسيت ادوس على الفيديو. فاكرين حبه الثوم اللي كانوا فاضلين هنا، الثوم والشطه والكزبره والكمون اللي انا عملت بيهم السمكه، قلت لكم في حبه مش عايزاهم، انا حطيتها برده هنا مع الدقه واسيبها ايه تعمل مع نفسها شويه، تاخد وتدي مع نفسها شويه عشان خاطر تتسوى. هو ثوم مش كتير ولا حاجه، هو كده السمك بيحب الثوم، فانا هسيبها برضو مع نفسها دقيقه او اقل. بعد كده هوريكم هعمل. طبعا هنا الدقه اللي انا حطيتها كان فيها الملح والكزبره والكمون والفلفل الاسود، وكان فيها كمان حبه زيت صغيرين كلها كده. انا ما رضيتش احط الليمون على الدقه وحطيتها على السمك عشان خاطر الخطوه دي. تمام، شايفين بقى هي عملت كده، هقوم نازله عليها بميه. ميه، هسيبها بقى تغلي برضو مع نفسها شويه وارجع اقولكم بقى هنعمل ايه فيها. بصوا منظرها هتبقى كده.
دلوقتي انا هاخد الصلصه دي اللي هو اسمه يخني، هحطه على الطاجن وهوريه لكم بتعمل ازاي. بصوا اهو انا عملتها كده، تصوير تاني كده. حطيت البتاع، والمفروض بقى ايه، احنا هنسيبها لحد بكره. هسويها بكره، هسيبها في اليخني ديت تاخد كل حاجه، تاخد كل طعم. بصوا تعالوا بقى اوريكم هعمل. بصوا انا هعمل سمك بولتين مشوي. المفروض دلوقتي انا في البيت. بصوا ده كرفس وطماطمايه، وعندي كمان طماطم شيري صغيره كده، قربت كانت تبوظ فعملتها، فاخدت بصلايه صغيره وفي فلفل الوان 3 فلفل الوان وجزر. وعندي كام عود كزبره، بقدونس، شبت. انا عاملاهم في ميه بس كده عشان ايه بيتغسل. دلوقتي هحطهم كلهم، هضربهم هنا. ده مكان اليخني، البصل اللي انا ضربته لليخني مش هغسله عشان انا عايزه البصل ده كده كده بدل يعني استفاد منه. هضربه واوريكم اعمل ايه. بصوا دلوقتي هقول لكم اعمل ايه. دي الخلطه اهو اللي انا ضربتها، كل حاجه ضربتها ضرب ناعم. هقول لكم بقى نعمله ايه. انتوا شايفين الثوم اللي انا قلت لكم ده، الثوم اللي هو بالملح والكزبره والكمون والفلفل الاسود، هحطه كده. هحط حبه حلوه كده اهو، تمام. هحط شويه ملح عشان بيبقى من الدقه اللي انا عاملاها ديت محتاجه ملح شويه. هحط حبه خل، تمام. انا حاطين زيت زيتون هنا دولت، حطيت حبه قبل ما اكلمكم لو تلاحظوا ان في زيت اهو. وهقوم عصره ليمونتين كاملين، يعني الجواب بالصوت ده سيء بيخرب حاجه، تمام. هعصر الليمونتين. بصوا اهو عصرت الليمون وحطينا الخل وكل حاجه اهو. ودي بقت اللي هي الخلطه اللي هنشوي بيها، وهنعمل بيها كمان حاجه كمان هقول لكم قبل ما نشوي. ثواني كده وهجي لكم تاني هوريكم حاجه. بصوا ادي السمك المشوي ده متنضف من جوه وكمان مغسول وكل حاجه. بصوا اهو انا عامله فيه كل حاجه. قبل ما اعمل احط الدقه فيه هعمل ايه، شايفين ده؟ هقوم برضو متبله اللحمه من جوه، لحم السمك من جوه هتبله واوريه لكم. بصوا اهو انا عملته، تشوفوا من هنا كده انا عملته بالثوم بالخلطه. عايزه اقول لكم لو عندكم الخلطه دي هتعمل معاكم وقت ومجهود وكل حاجه كل حاجه. دلوقتي هقوم انا حاطه الخلطه التانية اللي انا عاملاها، هحطها برضو فيها واوريكم. بصوا انا عملتها حتى من جوه برضو اهو اهو، وحطيت من التتبيله من فوق ومن تحت عشان هي طول الليل بقى ايه تشرب من التتبيله. هوريكم بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي انا عندي كابوريا برضو جمبري عايزه هعمله بنفس التتبيله اللي احنا عملناها. هعمله بقى في الفرن، احطه في الطاجن دوت. هحط هنا الحاجه. بصوا بقى هنبتدوا. هحط شويه من هنا كده اهو من تحت كده. طبعا الجمبري فاتحه الظهر بتاعه مطلعه الكيس الرملي والكابوريا غسلاها اهو كده كده. هقوم حاطه كده حبه، تمام. هقلبه في بعض هوريه لكم شكله ايه. بصوا اديني قلبته اهو. مش هحط ميه، مش عايزه احط خضار كتير، عايزه كل اللي انا حطيته ده هو ده اللي هيسوي الطاجن. كل ده هيتعمل فويل. بصوا شايفين ده الحبه اللي فضلوا من الخلطه اللي انا عاملاها مش هيترمى طبعا. هقوم عامله بكره سلطه، هحط عليها سلطه طحينه، هحط عليها حته كل ديت. وفي الرز برضه هقول لكم ازاي برضه احط كل ده. هنستخدمه بكره
مش هيترمى. ودي الطاجن، وهوريكم كل بقى اللي انا عملته النهارده، واوريكم بكره لما برضو لما. بصوا ده اللي انا عملته النهارده، السمكه اللي احنا قلنا عليها كده، واهدي الطاجن بتاع الكابوريا والجمبري، وادي الاربع سمكات البلطي. كل ده هيتسابوا طول الليل لحد بكره وهنسوي. طبعا في التلاجة هنعمله كل ده في التلاجة. بصوا انا كده تاني يوم، انا المفروض دلوقتي هعمل الرز اللي هو الرز الاحمر، رز الصيادية. المفروض احط شوية زيت كده، هسيبهم يسخنوا شوية، وبعد كده اول ما يسخن الزيت هقوم انا فرمت هنا بصلتين حمر كبار، مش كبار قوي يعني، بس يعني بصلتين كويسين. فانا هسيبهم يتحمروا كده في الزيت. بصوا كده المفروض البصله جاهزه، هي ما اتحرقتش بالعكس. هوريكم بقى بعد كده هنعمله. واقوم حاطه شويه ميه. بصوا اهي الميه دي بتغلي. بصوا بقى، فاكرين التتبيله بتاعت امبارح؟ هاخد منها معلقه. التتبيله دي فيها كل حاجه. المفروض لو انتم مش عايزين تحطوا التتبيله براحتكم، بس التتبيله دي بتدي ايه طعم للرز. انا بحط فيها معلقه، وكمان فيها كمون وفيها كل حاجه. لو انتم مش عايزين تحطوا التتبيله ممكن تحطوا بس الكمون والملح. انا حاطه فيها الكمون وكل حاجه. انا سبتها بتغلي وقبل ما شويه كده، انا مش هحط بصراحه دلوقتي الرز، شويه كده وهقوم حاطه الرز. بصوا انا عايزه دلوقتي اسوي الكابوريا والجمبري، فقلت ايه بالخلطه بتاعتها ديت هقوم ايه مقطعه زي بصله كده بشراها هي وفلفل الوان. هبشرها واوريكم. بصوا اهو ده الفلفل الالوان، هو فلفل احمر فلفل الوان، وبشرت بصل كده قطعت سلايسات وبس. هحط شويه حبه ميه. بصوا حبه ميه صغيرين كده، يعني زي ربع كوبايه ميه كده. كده اصلا البصل هينزل ميته وهيعمل كل حاجه. بصوا هينزل ميته دلوقتي. انا هعملها فويل واقفلها، بعد كده برضو هحطها في الفرن، بس برضو مش دلوقتي. بعد الكابوريا والجمبري ما بياخدوش تلت ساعه يعني. المفروض الكابوريا ممكن تلت ساعة بس الجمبري بيبقى أقل من ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة. احنا ما بنحبوش مستوي قوي، بحب ان هو يكون ايه مسك نفسه شوية. بصوا انا هنا هبتدي اعمل الرز دلوقتي اهو. المية غالية، زيت، وحط الرز كله كده. بصوا والمية ايه تمام التمام. لو زودنا حبة ماء صغننين كده بس كده، هسيبه بقى ايه يغلي يتشرب كده تمام. بصوا انا بدأت اشوي السمك كده اهو، ده في الجريلا. هشويه واظبطه واوريه لكم في الاخر هيبقى عامل ازاي. بصوا انا بعمل ايه، انا بحط طبق فوقيه فويل، واحط الخلطه بتاعتي الدقه بتاعتي اللي انتوا عارفينها اللي انا مشغله بيها على طول، وبعد كده احط السمكه واحط منها تاني.
هوريكم انا عملت ايه. بصوا ادي شوي السمكه دي انا اللي شوياها زي ما انتم شايفين اهي. شوف من جوه سخنه، مش هقدر بصراحه اكتر من كده. دلوقتي هحط حبه من هنا وهظبطها ورا اهي. دلوقتي بقى هقفلها بالفويل عشان تبقى زي ما هي درجه سخنتها لحد ما ما يجي. وادي السمكه التانية عملتها نفس الاولانيه. بص انا كده خلصت السمك المشوي كله شبه بعض. انا قلت اوريكم بس اتنين وهوريكم في بصوا بقى ده بعد ما طلع، وده الطاجن تمام، والرز اهو. بصوا وانا كنت عامله بتنجان بالصلصه، سلطه، طحينه، وده السمك المشوي. بس انا اكله شويه عشان ما يسخنش.